سلام، كيف الحال؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، تكون اموركم جيده، نفسيتكم مرتاحه، كل شيء هو هذاك. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. فيديو اليوم وصفه ولا اروع. والله يا البنات الا لذيذه 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 وصحيه وتعجب حتى وليداتكم، كتعجب الكبير والصغير. مكونات بسيطه لذة يا سلام. آه، فاش غادي نتوما غادي تستغربوا ان هاد اللذه كامله تبارك الله ما شاء الله بهاد المكونات البسيطه، بلا لحم بلا دجاج. لي بات كيجيو بواحد الطريقه رائعه. فهنا غادي ندير سباكيتي، ممكن ديروا اي نوع بغيتو. فهاد المقيله كتوجد بسرعه، كيف غادي تشوفوا قدامي كيف كنشوفوا هكذا. فانا غادي كنوجد، يعني كنطيب وكنحضر في نفس الوقت، ماشي موجده المكونات ولا باش هكذا دغيا كتوجد وكتجي لذيذه يا البنات، لذيذه لذيذه ما غاديش تشبعوا منها. جربوها وردوا عليا الخبر. هادو سباكيتي بالطريقه الاسيويه كتجي اكثر من رائعه. مكونات جد بسيطه كيف شفتوا. خديت البصله قطعتها دوائر اللي هي صغيره ولا نص دوائر، مهم تكون رقيقه باش هكذا دغيا كطيب. الفلفله نفس الشيء، الا كانت خضراء الوان مهم. اللي كان هنا خديت الفلفله والبصله وغادي نديرهم يتشحروا. كيف كتشوفوا كنضيف لهم خيزو، انا خيزو كنحكو. وكيف باش ما كنقول لكم كيبانش. دائما خصنا نطيبوا بالطريقه اللي كتعجبنا وبالطريقه اللي غادي تخلينا ناكلوا داك الاكل وهذا وما يضيعش. فممكن انكم تقطعوا خيزو، ولكن فاش كنقطعوه ولو يكون رقيق فكياخذ الوقت وكيجي باين. صراحه انا ما كيعجبنيش بزاف الا كان ما طايبش بزاف. فداكشي علاش حكيته كيعطي واحد اللذه، واحد الختوريه. لاصوص ديال لي بات كتجي رائعه، غير جربوا هاد الطريقه البنات وردوا عليا. هنا كيف كتشوفوا كنشحرهم على نار مهيله غير بالزيت فقط، ما كنديروش العطريه باش ما كتحرقش. كيف كتشوفوا كنعطيوها الخاطر. وهنا خديت واحد جوج حبات ديال المطيشه طحنتهم مزيان ولا نحكوهم وكنضيفوهم لهاد المقيله ديالنا. الطريقه يا البنات ساهله كيف كتشوفوا، مكونات جد بسيطه. الكميه على حسب عدد الاشخاص. فتبارك الله هادشي كامل كليتو غير انا وخويا، وكان مع الشباب يعني واكل الكفته تيقول لي واش متاكده ما فيهاش الكفته. كتجي رائعه البنات والله، حتى كتجي بنينه بزاف. وكان ما باغيش ياكل، فاش بدا كياكل ما شبعش منها. والله يا البنات كتجي لذيذه بزاف. كيف كتشوفوا في العطريه فانا درت صوص الصوجه، درت الملحه، غندير القليل ديال البزار و آه الا بغيتو ديروا التحميره شويه د الحار، المهم داكشي اختياري. المهم بحال هاد لي صوص اللي ما كيكونش باين هاد المقيلات وهذا اللي ما كيكونش باين اللون ماشي ضروري، من الاحسن البنات نتفاداو التحميره صراحه. هنا درت شويه ديال السودان ديال الهريسه صافي، وكنخليو هاد لاصوص طيب مزيان مزيان. كيف كتشوفوا راه هاد الخضره ما كتبانش قليل. هنا درت واحد نص ديال داما ديال البقري، ممكن اللي ما بغاتهاش تفاداها، ولكن صراحه كتعطي لذه زوينه. وحتى صوص الصوجا كتعطي لذه زوينه وكتعطي اختوريه. ولكن الناس اللي ما كيبغيوهاش ف ممكن انهم يستغنوا عنها ويتفادوها في هذه الوصفات. ضروري يا البنات كيف كتشوفوا نخليو لاصوص طيب مزيان حتى كتطلق لينا التعليكه ديالها. كيف كتشوفوا ديك مطيشه واخا مطحونه خصها طيب باش كتعلك لينا. كيف كتشوفوا البصله حتى هي كطيب وكتذوب، والفلفله باش كيجيو رائعين دابا. والله الا تشهيت يا البنات كتجي لذيذه. كيف قلت لكم غتولي معتمده عندكم، وتقدروا تبقاو تنوعوا غير في النوع تاع لي بات والشكل تاع لي بات، وتبقاو ديروها بهاد الطريقه بلا كفته وصحيه. كيف كتعرفوا دائما كنبقاو خايفين من الكفته من هذا. بعد المرة ما كتكونش الحاجه، ما كيكونش الدجاج ولا. فبهاد الطريقه البنات والله حتى غزاله 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 بزاف ولذيذه. وكيف كتشوفوا صحيه فيها الخضار وهذا. هنايا لي بات اولا سباكيتي غادي نصفيها، ما خليتهاش طابت بزاف وغادي نضيفها نخلي تكمل طيابها بهاد لاصوص باش كتبنن وكتشرب لينا هاد لاصوص وكتكمل طيابها فيه. فراه كتجي رائعه. تبعوا الخطوات باش هكذا كتصدق معكم الوصفه وكتجيكم لذيذه كيف كنقول.
والله البنات راه بعض المرات كتبان لك شي خطوة اللي هي بسيطة شنو فيها إلا سلقتهم حتى طابوا ودرتهم في الآخر. لا البنات، كاين بعض المرات خطوة بسيطة ولا مرحلة بسيطة كتفرق لينا في النتيجة وفي المذاق وفي بزاف د الحوايج. صافي دابا كيف كتشوفوا حركت وخليتها تشرب وطيب ليا، مرة كنرجع وكنحرك عليها هكذا باش ما تتحرقش وهذا وصافي. اللي بغات تضيف الكفتة تضيفها، مهم هكذا كتجي رائعة. حيت ماشي دائما كناكلو اللحم، ماشي دائما خصنا ناكلو، فبعض المرات كيخصنا غير خضار هكذا، شي عشاء خفيف، شي حاجة كاينة غير في الدار بلا ما تخرجي تتقداي ولا. فهذه رائعة البنات للعشاء، والله الا غزالة بزاف، خصوصا مثلا نهار الحاد كتكوني كدوشي للدراري ولا مشغولة عيانة مبقاش عندك الجهد، ف ديريها ودخلي دخلي للحرب وخرجي كتلقاو عشيوة موجودة وسهلة، ما خداتش منك لا جهد لا وقت لا حتى شي حاجة. كيف كتشوفوا هنا ضفت ليها قزبور ومعدنوس مقطعين كيعطيوها لذة، خصوصا في الاخير. صراحة مقيلة ولا اروع، لذيذة لواحد الدرجة ما كتصورش. جربوها اكيد غادي تولي معتمدة عندكم وغادي توليو مدمنات عليها، وحتى الدراري الناس ديال لافاك هذا. فشفتوا رخيصة غير مكلفة، مكونات بسيطة. الخضرة اللي عندنا بصلة نديروها، فلفلة، خيزو، حتى القرعة لما لا القرعة الخضراء حتى هي نحكوها هكذا. مهم داكشي اللي كيعجبنا وحتى اللي ما كيعجبناش، حيت غادي يجي لذيذ. حيت كيف كنعرفوا ضروري ندخلوا شويه ديال الخضره، ناكلوا الخضر باش يستافد هكذا جسمنا من المنافع ديالها. عرفتي انا تندير المونتاج دابا الصوت ومشاهيه قدامي والله، لان مذاقها جا رائع يا البنات، رائع لذيذ لواحد الدرجه ما كتصورش. جربت جميع الطرق وهذا، فهذه غزاله. واكيد فاش كطيبي بحب، فاش كطيبي وانتي باغا طيبي وانتي بشغف هذا، فاكيد كيجي الطياب لذيذ. آه هزيت هنايا وحيده باش نشوف فاش طابت. صافي يا البنات طابت وجات رائعه. كتشوفوا فاش كنحصلوا على هاد اللون، على هاد الختوريه، في هاد الحين كتكون طابت. صافي دابا ناكلوها غير في مقيلتها البنات، ما كثروا علينا لا معان لا حتى شي حاجه، غير هكذا ناكلوها وبصحه والراحه. والله جربوها ما غاديش تندموا، غير جربوها على ضمانتي. السلام عليكم، حتى الفيديو جاي ان شاء الله. خليت لكم الراحه.